طيب تعالى كده بقى ايه نحلل الطريقه وطريقه اللعب بتاعت باسيرو في الماتش الاخير ده بتاع انبي. هو لعب بنفس الطريقه بدايه الماتش 3-4-3 نفس الطريقه. وانا انا يعني ضد الطريقه دي شويه مع الزمالك بالذات. يعني انا بشوف دايما افضل طريقه للزمالك لعبا هي 4-2-3-1، لكن هو لعب ب 3-4-3. طبعا هو ابتدى بيها مع الاهلي لان المباراه دي كان لها ظروف تانية. لازم تبقى مقفل زي ما انا قلت، لازم تبقى مقفل ولازم تبقى الخطوط مقربه ولازم تبقى مأمن دفاعك كويس، لان هو الاهلي هينزل هيبقى فاتح وعايز يجيب جون واثنين وثلاثه، عايز يكسب الماتش. فطبيعي ان انت وهو عنده سكواد قوي وعنده البدايل عنده كل حاجه، فلازم كنت تنزل تبقى مقفل معاه الجيم بالطريقه دي. فاختار ان هو يلعب بثلاث مدافعين. طيب انت النهارده بتلعب في ماتش سهل، فرقه قبل الاخيره في الدوري. يعني انا شايف ان 3-4-3 مش ضروريه ان انت تلعب بيها كده، يعني بدليل انت جيت في الشوط الثاني سحبت حسام عبد المجيد، وانا ما اعرفش هل انت سحبته يعني هو كان مصاب ولا عشان تزيد نزل واحد. المهم هي جت للمصلحه، يعني انت سحبته ونزلت عبد الله السعيد وقلبت الطريقه 4-3-3 او 4-2-3-1، ودي اللي كسبتك. انما انت في الشوط الاولاني 3-4-3 انت الفرقه قدامك فرقه مش قادره، مش عايزه تعدي نص الملعب. هو راصص لك ال10 لعيبه على ال18، مش عايز بيلعب على الهجمه المرتده، فانت خلاص انت قافل. طيب ما كانش لها لازمه انك انت 3-4-3 دي، لا كان المفروض تبقى فيها نواحي هجوميه اكتر شويه. دي حاجه التانيه، الجفالي كان يمين ومصطفى شلبي بيلعب شمال، اتصاب جاله شد طلع نزل حمدي علاء. ليه بدلت؟ ليه عكست؟ ليه خليت مصطفى شلبي يقلب ناحيه اليمين وحمدي علاء يجي الناحيه التانيه مكانه؟ ليه بيغيروا؟ اصل ما تقوليش دي لا مركزيه، ما تقوليش دي بيعمل خلخله في الدفاع. الكلام ده مش موجود عندنا هنا في مصر. انت مش بتدرب مانشستر يونايتد، انت بتدرب الزمالك في مصر. فما فيش كواليتي اللعيبه اللي هيعمل لك الكلام ده، ولا مفيش الكلام ده خالص. انساه كل عيش من الاخر. فانت النهارده ليه غيرت الاثنين؟ انا ما اعرفش. وقفت الجبهتين اللي تحت، وقفت عمر جابر لا عرف يشتغل ولا بنتايك عرف يشتغل، لا ده عرف يشتغل ولا ده عرف يشتغل، ولا عرفوا يطلعوا هجمات. الجبهتين عطلوا اصلا. مصطفى شلبي في ناحيه الشمال هو عطلان، ماتش وماتش لا، او ماتش وثلاث ماتشات لا، فهو عطلان ضايع. فتجيبه ناحيه اليمين هيضيع اكتر، ما هو ضايع ملهاش اي لازمه. فانا يعني دي حاجه في التكتيك غريبه. وكويس ان انت ما عاندتش زي اللي قبل منك، وقريت الجيم بدري لحقت نفسك في الشوط الثاني وغيرت وعملت قلبت الطريقه. لان لو كنتش عملت كده كان هيدنوا الماتش متربس معاك، وكان ممكن هو يخطف ضربه جزاء ولا اي لطشه كده، شكرا تلاقي نفسك خسران 1-0 وانت السبب بالطريقه. فانت النهارده 3-4-3 لها ممكن يكون لها يعني لها فرق ما تيجي تلعبها مثلا ممكن اقول لك تمام مفيش مشكله. انما انت برضو السكواد عندك نوعا ما اتحسن شويه، فممكن تلعب 4-2-3-1 ممكن يعني انا شايف انها افضل يعني في الناحيه الهجوميه، وشايف انها بتناسب الزمالك اكتر في الاستحواذ. طيب لما طبعا لما جه الشوط الثاني جت ضربه الجزاء ديت ولا ليها اي اساس من الصحه، لكن هي مجامله بس كده للزمالك، يعني عشان طبعا انت خلاص هم طيروا منك 3-4 ماتشات بالتحكيم. فاما يجاملك في الماتش ده مفيش مشكله، يعني الدنيا هتهدى عليه شويه، انت هتهدى عليه شويه. وفي نفس الوقت برضه هو انت بعيد، انت يعني انت فرق بينك وبين الاهلي 7 نقط و10 نقط بينك وبين بيراميدز، فالدنيا بعيده، هو بعدك. ف ومريح الاهلي، فخلاص مفيش مشكله لما يحسب لك ضربه جزاء والدنيا تمشي. بس يا ريت ان هو حاسبها، يعني حسب لك ضربه جزاء يعني اصلا صح. يعني احنا لينا يجي اكتر من 3-4 ضربات جزاء المفروض يتحسبوا ما اتحسبوش، دي اقلهم
يعني دي يمكن دي ضربه الجزاء الوحيده اللي المفروض ما تتحسبش اصلا فيهم، حسبوها. دي بالنسبه لضربه الجزاء. طبعا مع دخول مع الهدف اما نزل عبد الله السعيد طبعا قلب شكل المباراه، الاداء زاد، نسبه استحواذك زادت، انك انت اصلا بتلاعب فرقه ما بتعديش نص الملعب، فطبيعي ان انت لازم تبقى مستحوذ. فطبعا جه الجون التاني، جون ناصر منسي. وانا بقول ناصر منسي ما يقعدش بديل، ده يلعب اساسي، يلعب اساسي طالما بيجيب جوان، رجليه ماشيه عن الجون وبيجيب جوان. انا ما عنديش مشكله في ادائه، ما عنديش مشكله هو بيجري ولا بيقعد ولا بيعمل ايه، ما عنديش مشكله ان هو ما بيعرفش يجري بسرعه، ما عندوش سبرنت، انا ما عنديش مشكله في كل ده. طالما بيحط لي جون كل ماتش خلاص انا كده تمام بالنسبه لي. لما يعطل قعده، لما يبقى عطلان ماتش واثنين وثلاثه تلاقيه عطلان قعده، انا ما عنديش مشكله. لكن طالما بيجيب جون ما تقعدوش، الراجل اصلا بيلعب نص ماتشات وفي ماتشات مش بادئ فيها وتاني الهداف الدوري، لا ده يلعب اساسي، بعد كده يقعد احتياط. ماليش دعوه بقى محترف مش محترف، ما يخصنيش، انا مش بجامل. لما تبقى تقلب اسمك من نادي الزمالك لنادي المجاملات وبقى اعمل كده. حلو. طيب بالنسبه بقى للهدف الثالث، عبد الله السعيد اسيست، يعني اسيست سيف فاروق جعفر عمل اسيست لعبد الله السعيد وحط الهدف الثالث. طبعا انا يعني كلمه بس كده سريعه عن سيف فاروق جعفر. سيف فاروق جعفر لازم ياخد فرصه الفتره اللي جايه، لعيب كواليتي عالي جدا واحسن من امام عاشور، بس هو في انت ما بتفهمش في مشكله مع عضو مجلس اداره ولا حاجه، فعشان كده مش بيلاعبوه. لكن هو لو لعب لا هيبقى كواليتي لعيب، مشروع لعيب ممتاز، بيعرف يدافع كويس جدا، بيعرف يهاجم كويس جدا، عنده استحواذ وبيعرف يقف على الكوره، عنده ملكات كتير جدا، بس هو ما بيلعبش، ما مش بيلعبوه. ارجع للفتره بتاعت فيريرا لما نزل، لما خدنا الدوري اول سنه مع فيريرا من 4 5 سنين، وشوفوا لما هو طلع مع الناشئين مع حسام عبد المجيد والناس دي، وشوفوا وقتها كان لعبه عامل ازاي وكان مستواه عامل ازاي. بس فطبعا كده احنا يعني يعتبر ان الزمالك خلص الدور الاول و يعتبر كان الزمالك خلص الدور الاول، وفي انتظار بقى ترتيب الفرق مع ترتيب الفرق اللي هتتلعب في الدور الثاني. واتمنى بقى ان يبقى في تحسين للطريقه، وبعد كده حتى لو انت هتلعب ب 3-4-3 يعني حاول تبقى بالشق بتاعها الهجومي، يعني حاول 3-4-3 تبقى بالشق بتاعها الهجومي عشان تبقى في فعاليه شويه على الفرق اللي قدامك، ويبقى في تغيير للخطه. يعني انت كويس برضو في الماتش بتاع انبي، انت عملت مرونه تكتيكيه، جيت في الشوط الثاني وعملت مرونه تكتيكيه، غيرت الطريقه وهي دي اللي كسبتك. بس برضو مش يعني في الدور الثاني ده انت هتقابل فرق اصعب، 9 الاوائل بقى، فانت عندك بيراميدز والاهلي طبعا، سيراميكا كليوباترا، المصري، هيبقى معاك زد، هيبقى معاك غالبا الجيش، 9 الاوائل، فهيبقى الماتشات هتبقى اقوى، فلازم تحسن من الطريقه الهجوميه بس.